على خارطة الكرة الكويتية عبر التاريخ. نعم صافرة 90 استلام والفرصة الكظماوية خطيرة، ما زالت تصويبة مستمرة لكاظم طبعا نادي السالمية. الفرصة السلماوية داخل المنطقة لكن يوسف يتدخل والتصويبة بعد ذلك بعيدة تذهب لخارج. لكن أيضا نهائي بطولة كأس سمو الأمير الموسم قبل الماضي كاظم استطاع أن يتغلب على السالمية، وهنا فرصة كظماوية، الخطورة قادمة، تصويبة ديفي ينخفض جولة بعد الأخرى، كرة للأمام، الفرصة من عبد الله الفهد لكاظم، خط الدفاع، الكرة كظماوية، المحاولة لنادي كاظم، عبد العزيز الرسام يكسب خطأ. يا سلام، صفقة معلم بالنسبة اللي راح تنفذ من نواف ثامر. نواف الكرة لمصلحة كاظم، يا سلام من نواف لكن بعيدة. السالمية الكرة ما زالت مستمرة والخطورة ربما تكون حاضرة الآن لمصلحة كاظم، تصويبة حاضرة لكن كرة مستمرة لنادي السالمية. كرة مرسلة داخل المنطقة تبعد وتعود إلى خارج قبل نهاية شوط المباراة الأول. كرة للأمام سلماوية، محاولة عن طريق لاعب نادي السالمية. الحديث عن عبد الشاب، فرصة للسالمية ما زالت مستمرة، قد تأتي التصويبة، الله هنا تصويبة والتصدي الجميل من الكندري. يا الله على صعوبة الكرة الماضية، والله جابها يوسف، والله جابها ما شاء الله يا الكندري في الكرة المرسان. الأردني أحمد العرسان يريد أن يصل لشباك السالمية، تصويبة جول الأول لمصلحة كاظم، لكن الجناعي غلطة فادحة في الكرة الماضية. الهدف الأول يأتي للسفير الكظماوي بواسطة الأردني، بواسطة النشمي أحمد العرسان. هذه التصويبة غلطة فادحة يا الجناعي، نعم يأتي الهدف الأول لمصلحة نادي كاظم، لمصلحة البرتقالي الكظماوي الذي يأخذ زمام المبادرة مع نهاية شوط المباراة الأول. في الوقت البديل وصل نادي كاظم، في الوقت البديل نجح نادي كاظم نعم في أخذ الأسبقية. معلش يا سعود الجناعي، معلش يا بالنقاط الثلاث. نعم مشاهدينا متابعينا عبر منصة شاشة والATV وقناة دبي الرياضية، نهاية شوط هذه فرصة السالمية الماضية، وهنا تدخل نعم يوسف الكندري، لكن هل كان يقف في موقف التسلل أوسينسيو سيزار اللاعب ده؟ أيضا تبعد من دفاعات السالمية، العامل البدني ربما يتحكم الآن في مصير هذه المواجهة. تصويبة حاضرة لكن بعيدة أخذت المسار إلى ركلة بالقدم اليسرى، وهو لاعب المنتخب الكويتي الأول. وفرصة سلماوية السالمية، تصويبة لكن يوسف أيضا الكندري مرة أخرى يتدخل، تبقى داخل المنطقة. سالمية يبحث، سالمية يحاول والتدخل برصيد خالي من النقاط. شبيب اللي سجل 18 هدفا الموسم الماضي رفقة نادي كاظم في بطولة الدوري. فرصة الكندري يواصل المباراة البطولية، وفرصة بعد ذلك تبعد. يا له من تصدي ويا لها من ردة فعل. يوسف الدوخي، أيمن الحسيني، وبدر حجي، عصام سكين، أسماء كانت مميزة لكاظم، وكاظم يحاول العرضية خطيرة. الله، للبرتقالي المثالية والراسية من العرسان، وبعد ذلك الكرة اصطدت يبدو لي في مهدي دشتي وسكنت الشباك. الهدف الثاني يأتي براسية من الأردني من النشمي أحمد العرسان، اصطدت وسكنت شباك السالمية. العرضية كانت من عبد العزيز الرسام، مرسومة رسم يا الرسام ما شاء الله على العرضية. وبعد ذلك الكرة التي تغير المسار من مهدي دشتي وتسليس الهدف الأول لأحمد العرسان في مرمى نادي السالمية. فرصة سلماوية، البحث عن الهدف الأول، تصويبة لكن بعيدة
بعيدة. الكرات الماضية تحولت إلى ركلة مرمى. سجل من قبل جيدة ومحاولة للسالمية. الفرصة للسالمية، المحاولة للسالمية، الكرة للسالمية، لكن المتابعة غاب. لذلك هو يمتلك الإمكانيات، يمتلك الأساسيات. الكرة تعود للسالمية، فرصة خطيرة للسالمية، لكن الكندري الله الله ما شاء. تدوين الأسماء المرشحة لتمثيل الأزرق في الفترة القادمة، لكن كاظمة يحاول في فرصة ومحاولة الثالث. تصويبة سهلة عند حارس المرمى سعود الجناعي. كرة بيرميندي، فرصة خطيرة خطيرة. يا الله يا الكندري، يا الله يا الكندري، يا سلام على التدخل، يا سلام على الإنقاذ. كاظمة المتفوق، كاظمة المتقدم. السالمية يبحث عن تقليص الفارق، خطيرة، لكن الكرة أيضا تبعد من يوسف الكندري. أبعدت متر. الوقت الأصلي مشاهدينا الكرام انتهى، و10 دقائق الوقت البديل لشوط المباراة الثاني. هذه مباراة أخرى. فواز عايض للسالمية، الكرة أيضا تبعد من عماد الدين عزي وتعود للحبيتر، تعود لكاظمة المرتدة. يا سلام على الحبيتر والتمريرة، لكن هنا خطأ، هنا خطأ، هنا فرصة الثالث لكاظمة. يا لها من فرصة، يا لها من فرصة. الجزاف يرتكب الخطأ في الكرة الماضية، وكاظمة نعم في طريقة لأن يعود بالنقاط الثلاث من السالمية. كرة للأمام، وهنالك ركلة جزاء، ركلة جزاء. نعم في هذه اللحظات يوسف الكندري ينال البطاقة الصفراء الثانية الحمراء. نعم الحمراء، نعم نقطة تحول كبيرة في المباراة في ال5 دقائق الأخيرة من الوقت البديل. يوسف الكندري المتألق في هذه المباراة، الرائع في هذه المباراة، ينال البطاقة الحمراء. يعني إمكانيات رائعة في مباراة اليوم. لكن الآن محمد خالد النصار هو حارس مرمى نادي كاظمة، المدافع قلب الدفاع، وركلة جزاء عند أليكس ليما. السالمية، هل يفكر المشجع السلماوي الآن في أن يعود فيما تبقى من عمره هذا الوقت البديل؟ أليكس ليما من أجل تقليص الفارق، ومحمد خالد النصار في مهمة التصدي لركلة الجزاء للسالمية من أجل بصيص أمل للسالمية من أجل العودة. الكندري، وهنا أليكس ليما ينجح في أن يضع الكرة في شباك كاظمة ويقلص الفارق، يقلص الفارق في هذه اللحظات. البرازيلي أليكس ليما أصبحت هدفين مقابل هدفين. السالمية يريد العودة من بعيد، السالمية يريد العودة، لكن يا سلام على محمد خالد النصار، الله على النصار في الكرة الماضية. نعم يتألق في الخروج في التوقيت المناسب، وبالتالي هنا طبعا الترقب، هنا المطالبة بطبعا إنهاء المباراة من حكم اللقاء سعود السمحان. كرة ترسل طويلة من محمد النصار، وصلت الآن إلى خارج أرضية الملعب. لما يطلق سالمية الدقائق أو الثواني الأخيرة. نعم التخلص سالمية في الأخيرة، قد تكون الأخيرة ما زالت لمصلحة سيبا. الكرة اصطدت وتحولت لرمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة السالمية للسماوي في المحاولة الأخيرة. ربما الكرة، يا سلام على عماد الدين، يا سلام على الجزائري الذي يقدم مباراة كبيرة. والسالمية في كرة أخيرة تبعد، وصلت للبرازيلي سيبا. الكرة ما زالت، نعم ربما يكون عائد من التسلل لاعب نادي السالمية في الكرة الماضية. تعود وتحتسب. البرتغالي فرانشيسكو شالو الذي يقود البرتغالي نعم لانتصار ثاني في بطولة الدوري، لفرحة ثانية لكاظمة في بطولة